سليم، لا يا حبيبتي. انت ايه مزاجك تعمل الحفلات دي هنا؟ ما كنت تعملها في اي اوتيل وخلاص. اوتيل؟ ليه؟ بالعكس، في البيت احلى. خليني اقول لك على حاجه. الحياه معركه، وانا موجود في الحياه. طيب اتعامل مع العدو بتاعي ازاي؟ لو ضربته بالنار هيضربني بالنار. طب لو حدفته بقذيفه هيرد عليا بالطيارات. طب لو فتحت له باب بيتي وقلت له اتفضل واكرمته، اكيد هيبقى صاحبي. لما هيبقى صاحبي مستحيل هيخوني ولا حتى يفكر يضرني، وساعتها بقى هعرف اظبطه وابقى كسبت المعركه. مش فاهمه حاجه خالص. ولا يهمك يا حبيبتي. عايز اقول لك ان فستانك يجنن. ميرسي يا حياتي. مش قمر. ميرسي. اسمعي. ايه الاخبار؟ غرقانه نسوان بره عاصم، في حته واحده لابسه. مالك يا ابني؟ ايه ده يا مستر، هو في درس النهارده ولا ايه؟ هو في درس النهارده ولا ايه يا عاصم؟ طبعا في درس اكيد. طب يا عاصم انت ما قلتلوش على الحاجات بتاعت بره اللي هي الترابيزات الكتيره اللي عليها. لسه بقول للمستر والله هقول لحضرتك عشان بس الالوان بره لو نغير الجاكيت ده بده وعادي احنا انا قلت له كده، صدقني انا قلت له كده امبارح كنا بننقي هو هيلبس ايه، ولقيته هو هيلبس بقول لك اللي هو خلاص الرصاص. عشان بس والله الحفله هتبتدي كمان ساعه بالظبط ومش هنلحق نعمل اي حاجه. طب كفايه يا رغي، كفايه يا رغي، خلونا نبتدي الدرس. يلا. دوختيني. تعالي تعالي. انت عارفه ان انا مش بتاعت حفلات. انت مقبوض عليكي وهتروحي بالعافيه بالعافيه. اسكت يا نادر اسكت. دوختني لغايه ما لبست. المهم انها نزلت. دي كانت هترجع مني في الاسانسير. ما قلتليش بقى ايه رايك في فستاني؟ شيك قوي قوي. فستاني انا على فكره احنا اتاخرنا على الحفله وهنروح نلاقيهم بيشطبوا. يلا يلا يا اميره، يلا يا اميره، يلا يا اميره اتفضلي.